الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي غيرت بها كل شيء وخذلها كل شيء وذللها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك الإسلام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النغم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأته. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستجمع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من غرمك وأن توضعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتد فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وأذم فيما عندك رغبته. اللهم أذم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وزهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا
اللهم لا جدل ذنوبي غافرا ولا لقبائي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيره. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك همه بخونم ظلمت نفسی ظلمت و تجرأت بجهلی و سجدت إلى قديم ذكرك وملك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فاده من البلاء أقلته وكم من إسار وغيته وكم من مكروه دفعته وكم من صلاة جميل لست أهلا له نشرته. اللهم أذم بلاي وأفرد بسوء حالي وقصرت بي أعمالي وغادت بي أغلالي وحبسني النفي بعد عملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومثالي. يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يهجمك سوء عملی و فعالی. به خدا داریم از این نفس بیچاره ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سر ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أزال ججر ذري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيها هوى نفسي ولم أحترس في من تدين عدمي فقرني بهوى وأزعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدوده فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي في قضاك وألزمني حكمك وبلاك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقديري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا بلا مستغفرا منيبا مقرا مزعلا معترفا لا أجد مفرا مما قال مني ولا مفزع لتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك. اللهم
فاقبل عذري ورحم شدة الظلم وفك لي من شد وصاني يا رب ارحم ضعفاء بدلي ورقة جلدي ودقة أزمي يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتربيتي ابني لابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضع لربوبيتك حياة أنت أكرم من أن تبين من ربك أو تبعد من أدنيت أو تشرد من هابيت أو تسلم إلى البلاء من شفيته ورحمته وليت الشريك کاش میدونستم یا سیدی و الهی و مولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا کاش میدونستم میخوای این صورتایی که برات به سجده رفتن رو بسوزونی و علا السن نتقد به توحید یزاد قلب این زبونی که به توحید تو زبون باز کرده و شکر کماده و علا قلوبنا طرفت من الهیتک محققا و علا زمائر هوت من العلم بکه حتی زارت خاشم و علا جوار زد علا متان تعبدک و اشارت باستغفارک مضمن ما کذبت ذنبک من تو رو اینجوری نشناختم ولا اخبرنا بفضلك یا کریم یا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكسور يسير بقاء قصير مدة فكيف احتمالي لبلاء الآخر وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو شكايت میکنم به خودت ولما من هذا الجوع أبكي لأليم العذاب وشدته قبل طول البلاء ومدته فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائي وجمعت بيني وبين أهل بلائي وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك
فابني يا إلهي فابني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك عذاب تو صبر کردم فکیف اصبر على فراقك ابنی صبرت على حر نارك آتیش تو صبر کردم فکیف اصبر على النظر الى کرامتك ام كيف اسكن في النار برجائي يفوق فبعزتك يا سيدي ومولاي اقسم الصادقا لئن تركتني ناطقا لأزجن إليك بين أهل زجيج العاملين ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين عليك مكاء الفاقدين ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين فرازای آخر دعا هرکی میتونه با من زمزمه کنه یا غایت آمال العارفین یا قیاس المستغیثین یا حبیب قلوب الصادقین و یا اله العالمین افتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفة وذاق طعم عذابها بمعصيته وذاق طعم عذابها بمعصيته فهو بين أطباقها بجرمه وجريته فهو يزج إليك زجيج مؤملا لرحمتك ويناديك بلسان أهل تبويدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من علمك أم كيف تعلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يهرقه لهيبا وأنت تسمع زودا وترى مكانا أم كيف يشتمل عليه زفيرا وأنت تعلم زفا أم كيف يتقلقل بين أطباقا وأنت تعلم زنا أم كيف تزجر زبانيته وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو بذلك في إذنه منه فتدركه يا حياة ما ذلك الذن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشرع لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقتل لولا ما حكمت به من تأديب جاهديك وغذيت به من إخلاص معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجلدناك قلت مبتدأ وتتملت بالعنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالغذية التي هتمتها وهكمتها وغلبت من عليها أجريتها أن تاب لي في هذه الليلة وفي هذا الساعة كل جرم أجرمت وكل ذنب أذنبت وكل قبيح أسررت وكل جهل لمنت كتمت أو أعلنت
أخفيتم أو أزمتم، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني، وجعلتهم شهودا علي مع جوارهم، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم، والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت، وأن توفر حظي من كل خير أنزلت، أو إحسان فزلت، أو بر نشرت، أو رزق بسطت، أو ذنب تغفره، أو خطأ تستره. يا ربي يا ربي يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بذري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي. يا ربي أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورة، وبخدمتك موصولة، وأعمالي عندك مقبولة، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها بردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه مؤملي، يا من عليه شكوت أهوالي. يا ربي على خدمتك جواري، فاشدد على العظيمة جواني، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرع إليك في ميادين السابقين، وأسرع إليك في الباردين، وأشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين. أخافك مخافة الموقنين، وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرده، ومن كادني فجده، واجعلني من أحسن عبيدك نسيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخسهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك. وجد لي بجودك، وأتب على بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأقلني أسرتي واغفر ذلتي، فإنك غديت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وزمنت لهم الإجابة. فإليك يا رب نسبت وجهي، وإليك يا رب مددت يدي، فبإذنتك استجب لي دعائي، وبلغني مناي، ولا تغتر من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعضائي. يا سريع الرزاق اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواب
وذكر الشفاء وطاعة غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاح البكاء يا سابق النعم يا دافع النقم يا نور المستبهشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها